عليكم وفيديو مهم جدا النهارده ان شاء الله هنتكلم على ازاي تستخدم اباتشي سبارك في مايكروسوفت فابريك. اللي احنا هنقوله النهارده مش شرط ان هو يتطبق في مايكروسوفت فابريك بس، هو ممكن تطبقه في اي حته سواء داتا بريكس ايا كان المكان اللي هتستخدم فيه اباتشي سبارك، ممكن تطبق نفس اللوجيك عليه. عشان كده بقول ان شاء الله الفيديو النهارده مهم جدا وان شاء الله هيفيدك قوي. طيب نبتدي باول حاجه، يعني ايه اباتشي سبارك؟ اباتشي سبارك هو في الاخر distributed data processing framework بتستخدمها عشان تعمل بروسيسنج للداتا بتاعتك من خلال بقى نودز ووركرز وحاجات زي كده. فمثلا لو احنا شفنا الدياجرام كل الصور ديت او الدياجرامز ديت انا جايباها من الويب سايت بتاعت مايكروسوفت فابريك نفسه. فهنا بيقول ايه؟ اول حاجه كأن انا عندي حاجه درايفر، عندي نود درايفر هي ديت اللي بتسوق البروسيسنج نفسه، ونودز اللي هي وركرز. لما بيكون عندي داتا كتيره وعايز اعمل لها بروسيسنج، فانا دلوقتي بشغل عندي نودز ان هي تعمل بارل وتشتغل على الداتا دي بحيث ان هي تخلص بسرعه بشكل كويس. طيب هنلاقي ان سبارك اول حاجه ان انا بيوفر لي ان انا ممكن اكتب الكود بتاعي بكذا لانجوج، ممكن يكون بجافا، ممكن يكون بسكالا، ممكن يكون بسبارك ار او سبارك اس كيو ال او باي سبارك. الباي سبارك اللي هو نوع من انواع البايثون مخصوص لسبارك. هنلاقي الداتا انجينيرنج عامة بيكتبوا الكودز بتاعهم بايه؟ mainly بسبارك اس كيو ال وباي سبارك، وده اللي هنعمله النهارده ان شاء الله. هنبدا نستخدم سبارك اس كيو ال وباي سبارك في الشرح بتاعنا. تمام. طيب اول حاجه لازم نعرفها ان في حاجه، في مفهوم اسمه السبارك بولز. يعني ايه؟ يعني انا كاني عندي بول، البول فيه نودز، النودز دي انا بستخدمها عشان اعمل بروسيسنج للتاسكس بتاعتي. تمام. فهنلاقي ان في مايكروسوفت فابريك هو معرف حاجه اسمها ستارتر بول. ستارتر بول معروف او حاجه باي ديفولت موجوده لكل ورك سبيس، ما بتاخدش وقت خالص عشان تقوم، بترن في خلال 4 ثواني او 3 ثواني بتبقى جاهزة ان هي ترن اي كود انت عايزه. تمام. طيب نيجي بقى للسؤال اللي احنا عايزين نعرفه، هل هو ده الوحيد اللي ممكن استخدمه ولا انا ممكن اعمل كاستم سبارك بول بالكونفيجريشنز اللي انا عايزاه؟ بمعنى ايه؟ انا مثلا عايزه احدد النودز بتاعتي عددها يعني، او ممكن عايزه احدد السايز بتاع النود، هل هو ميديوم لارج سمول. لو انا عايزه اخلي للورك سبيس ده بالذات يكون يشتغل على كاستم سبارك بول، يعني ما يشتغلش بالديفولت اللي هو الستارتر بول. الكلام ده هيوضح لما ابدا ان شاء الله نشتغل عملي، بس ايه، احنا دلوقتي بنفهم الدنيا كلها. طيب وفي حاجة تانية كمان، هي فكرة السبارك ران تايم. هنلاقي مايكروسوفت فابريك حاطط فيه الفيرجنز بتاعت سبارك، وانت بتنقي انهي ران تايم انت سبارك ران تايم انت عايز تستخدمه. طيب تعالوا نوقف هنا ونبدأ بقى نشتغل عملي عشان الكلام يرتبط ببعضه. طيب أول حاجة أنا بعملها، اللي أنا زي ما احنا متعودين عايزين أكريت ورك سبيس خاص بيا، فعشان دي اللي هحط فيها النوت بوك بتاعي، وهو ده اللي أنا ايه الانفايرمنت اللي أنا هستخدمها يعني. فأول حاجة عندي إن أنا هقول مثلا عندي ورك سبيس اسمها div work space. تمام. تاني حاجة بتأكد في الادفانسد ان هي ايه، ان هي في الترايل، عشان دلوقتي انا هكريت ليك هاوس، والليك هاوس من الحاجات اللي لازم تكون ماكتف الفابريك ترايل كاباسيتي. اوكي. فانا هعمل كده ابلاي، انا دلوقتي جوه الورك سبيس بتاعي. الخطوة اللي بعديها عايزة اعمل ايه؟ عايزة اكريت الليك هاوس بتاعي. طيب بكريته ازاي؟ باجي هنا من ال3 نقط ديت اللي هي مور وادوس كرييت. زي ما احنا عارفين ان مايكروسوفت فابريك هو مقسم الايتمز بتاعته سيكشنز على حسب السيكشن بتاعك. يعني داتا انجينيرنج بيحط فيها الايتمز اللي عاده الداتا انجينير بيحتاجها، سواء نوت بوك، ليك هاوس، او جوب سبارك جوب ديفينيشن، او انفايرمنت، وهكذا، وداتا فاكتوري وهكذا، وداتا وير هاوس، داتا ساينتست، والكلام ده احنا اتكلمنا فيه في الفيديو بتاع الانترو. طيب اول حاجه هكريت الليك هاوس، ممكن اسميها مثلا سيلز ليك هاوس. تمام. وده بحدد الايه اللوكيشن بتاعي اللي هو ديف ورك سبيس، وبعد كده بكريتها.
طب انا دلوقتي خلاص انا كريت الليك هاوس، الخطوه اللي بعديها عامله ايه؟ زي ما احنا قلنا ان الليك هاوس اول ما بكريتها بيكريت لي حاجتين، التيبلز، وطبعا هي فاضيه عشان احنا ما لسه ما عملناش كرييشن للتيبلز والفايلز. الفايلز دوت اللي هو ايه، بحط فيها الفولدرز اللي انا عايزه اعمل فيها ابلود للفايلز بتاعتي. تمام. طيب تعالى نعمل سب فولدر نسميه مثلا رو داتا. اوكي. وجوه الرو داتا دوت اعمل ابلود للفايل بتاعي، فبدوس هنا ابلود، ويبقى ابلود الفايل. مثلا لو انا عندي فايل CSV فايل هعمل ابلود كده، انا عملت ابلودنج للسيلز دوت CSV. تمام. طبعا لو عملت ريفرش هلاقي الفايل اوريدي خلاص بقى موجود. تمام. انا كده دلوقتي عملت ايه؟ عملت ابلود للسيلز دوت CSV الفايل بتاعي. طيب الخطوه اللي بعديها ايه؟ تعالى بقى نتعرف على سبارك. لو انا زي ما قلت عايزه احدد او عايزه اعمل السبارك بول بتاعتي، بعملها منين؟ نيجي هنا هوت في الحته المهمه في السيتنجز. الحته دي مهمه جدا نركز فيها ان هي جزء من شغلك. بنيجي عند ادمن بورتال وكاباسيتي سيتنجز. بلاقي هنا في ترايل، بلاقي ده الترايل بتاعي، وبروح هنا في السكشن بتاع الداتا انجينيرينج وساينس سيتنجز، بلاقي هنا اوبن سبارك سيتنجز. فاوبن سبارك سيتنجز انا هنا هوت ببدا بقى اعمل الكاستم بول بتاعي. فهنلاقي هنا اول حاجه ده لازم يكون enable عشان لو انت يسمح لك انك تعمل الكاستم سبارك بول بتاعك. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه هنا انا بعمل اد، لو انا عايزه اعمل اد للبول بتاعي. لو انا عملت هنا هوت كده ممكن اسميه مثلا div بول. تمام. الفاميلي نود او النود فاميلي ده ميموري اوبتمايز دوت، يعني احسن حاجه في الاوبتمايزيشن يعني. وهنا النوت سايز ممكن يبقى سمول ميديوم لارج. وهنا الاوتو سكيل ان انت بتخليه ممكن يوتو سكيل على حسب الاماونت اوف اكتيفيتي. فهو عنده كمان عنده من 1 ل10، فهو يقدر يعمل اوتو سكيل ليها. وفي دايناميك allocate executor اللي هو يبدأ ينقل الاكسكيوتور او يالوكيت الاكسكيوتور على حسب الحاجة. تمام. بدوس هنا create وبعدين apply. تمام. ده كده لو انا عايزه اعمل كاستم سبارك بول خاص بيا. تمام. دوت بيبقى على ليفل كاباسيتي. تمام. ليه بقول لك كده؟ عشان لو انا رحت هنا هوت وقفت في الورك سبيس بتاعي، في الورك سبيس سيتنجز بلاقي لو فتحتها بلاقي حاجه اسمها داتا انجينيرينج وساينس، بلاقي برضو سبارك سيتنجز، بس ده بيبقى سبارك سيتنج على ليفل الورك سبيس. تمام. فلما اجي هنا اختار هنا كاني بحط الديفولت بول فور الورك سبيس دي. يعني ايه؟ يعني بقول لي مثلا لو اي نوت بوك انا هعمل لها رن او اي جوب سبارك هعمل لها رن، ممكن تستخدم الستارتر بول ده باي ديفولت، او ان انا ممكن استخدم الكاست سبارك بول اللي لسه عاملاها. تمام. او انا عملت تقريبا ديف بول اللي انا لسه عاملاه. تمام. دوت كده انا بختار البولز بتاعتي انهي بول انا عايزه استخدمه للورك سبيس ده. لو انا عملت نيو بول، فلو انا كريت نيو بول هيبقى نيو بول للورك سبيس ده، بمعنى ان الورك سبيس التانية مش هتشوفه. تمام. يبقى ده الفرق بين ان انا بكريت نيو بول في الورك سبيس او ان انا اكريت النيو بول من الادمن بورتال زي ما احنا شفنا. تمام. ده كده اول حاجه. طيب تاني حاجه هنا في حاجه اسمها environment دي اللي هو اللي احنا كنا بنتكلم فيها او احنا عايزين نتكلم فيها، فكره الران تايم فيرجن. هنا بيقول لك السبورتد ران تايم فيرجن بتاعت سبارك، انت عايز ترن على انهي فيرجن؟ هل مثلا 3.4 هل 3.5 او اول ما بتحصل ريليز جديده بينزلوها اوتوماتيك في الران تايم فيرجن بتاعتك. تمام. دوت برضو حته الانفايرمنت. انت ممكن تكريت environment جديدة. طب بكريتها منين؟ انا ممكن اجي هنا هوت من create والاقي هنا environment، فممكن مثلا اسميه مثلا test مثلا test environment او development environment ايا كان. دوت بعمل فيه ايه؟ ايه فكره الانفايرمنت؟ انت هنا بتحط انفايرمنت، يعني مثلا لو انت عايز تستخدم لايبرري خاصه بيك ممكن تعمل لها ابلود،
للايبريز معينة. هنا سبارك بروبرتيز كومبيوت، هتستخدم انت كأنك بتعمل environment انت عايز تجهزها لشيء معين. تمام، ده برضو من ضمن الحاجات اللي ايه اللي انت ممكن تبقى لازم تعرفها. طيب نرجع تاني للورك سبيس سيتنجز. حاجة كده خلاص عرفنا الانفايرمنت والجوب. طبعا دي ممكن تحدد السيت سبارك سيشن تايم اوت، يعني ممكن لو انت عندك سيشن ان اكتف بعد قد ايه ممكن تعمل لها ترمينيت. انا مثلا متهيألي 10 كفاية، ماشي، وبعدين تعمل سيف. ادي كده ايه حاجه كمان. الهاي كونكرنسي دوت اللي هو لو انت عايز نفس السيشن سبارك يستخدمها كذا نوت بوك. لو انا عندي كذا نوت بوك ممكن يستخدموا نفس السبارك سيشن، بحيث ان انا ما اخدش وقت كل مره اقوم سبارك جديد. ممكن اعمل نفس الموضوع دوت للبايب لاين. تمام، ده كده باختصار الحته بتاعه السيتنجز بتاعه سبارك. حته مهمه جدا علشان ده اللي بيفرق في الشغل. انت يعني ده بيبقى الحاجات اللي هي بيبقى مطلوبه منك في الشغل. وفي حته برضو هنا عايزين نقول حته النيتيف اكسكيوشن انجن. طيب دي معناها ايه؟ دي معناها ان انا في كده حاجه في الانجن نفسه، ان هو ممكن يعالج البيانات رو باي رو، او ان انا استخدم نيتيف اكسكيوشن انجن، ده اللي هو بيعمل فيكتورايزد للبروسيسنج انجن، يعني حاجه كده بتسرع الكويرنج والاوبريشن على باستخدام سبارك. طيب دي بلاقيها فين كده في الاكسلريشن. ممكن تعمل انيبل للنيتيف اكسكيوشن انجن، يبقى انت دلوقتي حضرت الانفايرمنت ديت ان هي تكون انيبل فيها النيتيف اكسكيوشن انجن، وتسيف وكده. يبقى انت خلاص ايه ظبطت الانفايرمنت دوت. تمام، دي من ضمن الحاجات برضو ان ايه لازم تكون عارفها. طيب او ان دي طريقه، او الطريقه التانية ان انت تعملها على النوت بوك ليفل. فانت تحط بس حته الكود ديت ان انت بتقول spark دوت native دوت enable بترو في اول النوت بوك بتاعتك. تمام، والهاي كونكرنسي دي قلناها. وعشان بقى رن سبارك كود عندي طريقتين، يا اما اشتغل بالنوت بوك او ان انا اعمل سبارك جوب ديفينيشن. تعال نشوف الطريقتين نعملهم ازاي. اول حاجه، انا دلوقتي لو انا في الليك هاوس عادي او في الورك سبيس بتاعي، هاجي عند كرييت، ممكن ادوس على نوت بوك وكده يبقى انا كرييت نوت بوك واسميها حاجه، او ده اللوكيشن بتاعي. تمام، طيب اول حاجه التانية ان انا اعمل سبارك جوب ديفينيشن. طب دي بعملها ازاي؟ برضو بديها اي اسم، ممكن سيلز سيلز جوب كرييت. هنا بابلود المين ديفينيشن فايل بتاعي والريفرنس فايل، لو انت مستخدم فانكشن مثلا والحاجات دي بتحتاج فايلز معينه فبتعمل لها برضو ابلود. وهنا لو في الداتا بتاعتك موجوده في ليك هاوس بتحطها عشان دي الداتا اللي هتعمل عليها بروسيسنج وبس. ده كده انت عملت ايه الجوب ديفينيشن بتاعك. ده كده حاجه برضو. ولو احنا بقى رجعنا لفكرة النوت بوك، تعالى نكريت مثلا نوت بوك جديدة، مثلا داتا بروسيسنج. انا دلوقتي بقت عندي نوت بوك جاهزة. بلاقي بقى هنا ايه؟ اول حاجة ممكن اعمل كونكت وارن على سبارك. ده كده انا عملت كده ايه كونكت على سبارك. هنا بختار اللانجوج بتاعتي انا هكتب ايه، هكتب بباي سبارك، هكتب بسكالا، هكتب اس كيو ال ار، ايا كانت الحاجه اللي انا هستخدمها، اللانجوج اللي انا هستخدمها. هنا الانفايرمنت على حسب الانفايرمنت اللي انا عايزاها. هل هعمل مثلا نيو انفايرمنت، ولا هتشينج الانفايرمنت بتاعتي بحاجه انا اوريدي عامله لها زي كده وانا عامله التست انف، او مثلا ديف انف انفايرمنت يعني تستخدمها. دي كده باختصار الحاجات ان احنا ممكن نغيرها. طيب هنا هو برضو في الداتا ايتم، انت هنا ممكن انت عندك ليك هاوس، فانت عايز تقول له استخدم الليك هاوس ده. تعملها ازاي؟ هتدوس على existing data source sales lake house وتحطها. تمام، ده كده ايه ال السيلز بتاعتي. انا هعمل بس كونكت تاني.
وكده انا عندي ايه الداتا بتاعتي. طيب اول حاجه انا عايزه اعملها ايه، عايزه ريد، عايزه اعرف اشوف الفايل بتاعي اعمله ازاي. فهعمله في داتا فريم. طب دي بعملها ازاي؟ تعالى ناخد دي كده دوت كده، دي ممكن نشيلها السطرين دول عادي ونحط كده. طيب اول حاجه لازم تعرفها هنا، انت ممكن تغير اللانجوج بتاعتك. فانا بس ده هي اصلا باي سبارك، فخليها زي ما هي. وبقول دي اف ده اللي هو الداتا فريم بتاعي سبارك دوت ريد دوت لود، وبحط ال الباث بتاع الفايل. طب بجيبه منين؟ لو انا هنا هوت مثلا دوست هنا سوري، ممكن اخد الكوبي سبارك باث واحطه هنا اهو كده. تمام، يبقى كده خلاص خدت وبقول الفورمات بتاعي سي اس في، وفي هيدر في هيدر، وبعمل ديسبلاي وبليمت ب10 عشان البرفورمانس. طيب دي كده اول حاجه، انا كده ايه حطيت الداتا فريم، انا قريت كده الفايل بتاعي. طيب انا عايزه اعمل بقى حاجه تانية، مثلا عايزه سيلكت، عايزه اعمل يعني دي من عايزه بس اسلكت حاجتين، مثلا تو كولومز بس، مش عايزه اخد كل الداتا. طب بعملها ازاي؟ انا دلوقتي بقت عندي دي اف اوريدي، دي اللي هي دي اف. فهقول الدي اف دوت سيلكت، ممكن استخدم سيلكت واحط اسامي الكولومز اللي انا عايزاها، وحطيت الاوتبوت اللي هيخرج دوت في دي اف سيلكت، واعمل لها ديسبلاي. فبالحالة دي كده بقى انا استخدمت او عملت سيلكت للتو كولومز دول. طيب انا عايزة اعمل مثلا فلتريشن معين، او قبل ما نعمل فلتريشن برضو طريقة تانية عشان تعمل سيلكت، مش لازم تستخدم دوت سيلكت. ممكن جاست ان انت تكتب كده على طول ديسبلاي دي اف، وتحط اسامي الكولومز بتاعتك يعني بسهولة، يعني كده برضه هيديك نفس النتيجة. تمام. طيب حاجة تانية، وانا عايزة اعمل بقى فلتريشن، يعني عايزة احط وير كونديشن، عايزة اشتغل على الداتا نفسها. بشتغل عليها ازاي؟ دي الخطوة اللي بعديها، وهي اللي هي دي اف فلترد دوت داتا فريم جديده. هدوس على هقول فيها الديف اف اللي هو دي اف اللي هو الداتا فريم الاصليه دوت سيلكت، وعملت سيلكت للكولومز اللي انا عايزاها دوت وير، وحطيت ان انا مثلا عايز الايتم اللي اسمها ماونتن 100 سيلفر 44 و ماونتن 100 بلاك 48. ابقى دلوقتي ايه بعمل فلتريشن على الداتا بتاعتي. لو جيت ارنها زي ما احنا كده شايفين، هو بسهولة جدا انت بتقدر يبقى عندك سبارك انجن تقدر تحط عليه، تبقى عندك ليك هاوس بتاعتك، تعمل ابلود للديتا وتبدأ تشتغل باي سبارك او سبارك اس كيو ال زي ما احنا هنشوف دلوقتي بسهولة جدا. ده الطريقة اللي انت ممكن تلعب بيها كده. انا عملت فلتريشن على الداتا بتاعتي. طب لو انا عايزه اعمل اجريجيشن، يعني عايزه اعمل جروب باي وحاجات كده، اعملها ازاي؟ برضو بنفس الطريقة. طبعا الطريقة الكتابة بتاعت باي سبارك هي نفس الكتابة في داتا بريكس، في ايا كان التول اللي انت بتستخدمها. عندك الدي اف بتاعتك دوت سيلكت، مثلا اخترت الاوردر ديت وعملت جروب باي الاوردر ديت، يعني انا دلوقتي وبعدين دوت كاونت يعني ايه، يعني عايزة اشوف عدد الريكوردز اللي موجودة في كل يوم معين. وعملت كده كده هو عمل لي اليوم وفيه كام ريكورد، اليوم وفيه كام ريكورد. طيب لو انا بقى عايزه اكتب الداتا ديت واخليها في تيبل، فاعملها ازاي؟ عندي كذا حاجه. اول حاجه ممكن نعملها مثلا في اللي انا اكتبها في فايلز اللي هو باركيه فايل بالطريقه دي، اللي هو دي اف دوت داج، اللي هي هيبقى هو ده التيبل يعني بتاعي دوت رايت بارتيشن باي اوردر ديت. يعني معناها كده ان انا هشيل هقسم الداتا. طب يعني خلينا نشيل دي الاول عشان نشوف الداتا قبل ما اعمل لها بارتيشن وبعد ما اعمل لها بارتيشن. تمام. كده دي انا بس شلت اللي هو بقول دي اف اندرسكول اك دوت رايت دوت مود اوفر رايت، يعني هي اوفر رايت عليها وحطها لي في شكل باركيه فايل. لو انا جيت عملت ران كده وعملت ريفرش، هلاقي جوه الفايلز عمل حاجة اسمها سيلز ديلي، ده اللي هو الاسم اللي احنا حطيناه.
اللي هو سيلز ديلي اج دوت باركي، ولو فتحته هلاقي الفايل هو اصلا فايل واحد اللي هو دوت باركي. تمام، هلاقي اللي هو فايل واحد بس. تمام اهو بص دوت باركي. طيب لو انا بقى عملت حته البارتيشن، يعني ايه؟ يعني بقول له قسم لي الداتا بتاعتك بارتيشن، يعني يعني لو عملتها بارتيشن باي الاوردر ديت، يبقى هو هيسيف بعدد الايام فايلز. فتعالى كده نزود الحته دي ويشوف شكل الداتا هيبقى شكلها عامل ازاي. لو انا جيت هنا اهو، انا بس زودت دوت بارتيشن باي وحطيت الاوردر ديت. لو عملت رن كده، كده كده عامله اوفر المود بتاعي اوفر رايت، فهو هي اوفر رايت على اللي انا عاملاه. وعملت ريفرش، بص هنا بقى المنظر. حط الفايلز، قسم الفايلز بتاعتي بالاوردر ديت. طيب دوت هيفيدني في ايه؟ يعني هو ممكن يسرع من الكويري بتاعتي. هي ليها يعني ايه مميزات وعيوب. ان هي ممكن تعمل لك فايلز كتيره جدا، فده مش احسن بيرفورمانس. ومن الناحيه التانية لو انت بتفلتر على الاوردر ديت بشكل سريع، هيحسن لك البيرفورمانس بتاعك. تمام. فلو جيت هنا اهوت، بص اللي انا ممكن في الحته دي كده ثواني، ممكن هنا دي اف ديلي سبارك دوت ريد دوت باركي، واحط هنا ازود هنا كونديشن. انا عايزه تقرا، يعني دلوقتي انا هقرا باركي فايل، عايز تقرا الفايل ده بالذات. فانا كده ممكن ايه ما اقعدش يعني ايه افتح او اعمل ريد للفايل كله، انا بعمل ريد للفايل ده بس. وعشان هو طبعا التيبل ده كان اجريجيت، فهو في رو واحد بس. طيب الجزء بقى جاي بقى ان احنا ازاي نشتغل على الداتا باستخدام سبارك اس كيو ال. اول حاجه انا عايزه اعمل التيبل، عايزه اعمل داتا بتاعتي في شكل تيبل عشان اشتغل عليها اس كيو ال. فممكن اعملها ازاي ديت؟ تعملها باستخدام دي اف دوت رايت دوت فورمات دلتا. ودي بقى مهمة جدا، انك هتسيف التيبل بفورمات دلتا. ليه؟ لان دلتا دوت بيسمح لك او بيفتح لك فيتشرز كتيرة جدا هنتعرف عليها في الفيديوز الجاية. تمام. وهنعمل سيف از تيبل اسمه سيلز. تمام. فلو انا جيت ارن ده كده، المفروض بعد ما ده يخلص الاقي ايه؟ الاقي التيبل هنا اسمه سيلز ونوعه دلتا. وخلي بالك من حتة دلتا دي عشان مهمة. فلو انا عملت بس ريفرش هنا، هلاقي التيبل اهو. طب لو انا عايزه اعرف النوع بتاعه اعرفه ازاي؟ لو ارني انهي كويري اهو، ممكن حتى نرنها هنا spark دوت اس كيو ال describe extend واسم التيبل. لو عملت رن كده، هي نفس النوت بوك وفيها الكواد، يعني بدل ما نروح وايه ونيجي يعني. هي المفروض هنا يكتب لي نوع التيبل بتاعي. اول حاجه مانج، يعني ان هي حاجه internal تيبل مش external. وكلمه دلتا، ودي اللي هي الجزء المهم بالنسبه لي. اول حاجه طبعا بيحط لي اسامي الكولومز بتاعتي والنوع بتاعها والتايب بتاعها مانج، ودي برضو مهم جدا. والبروفايدر بتاعك دلتا. تمام، دي برضو حاجة مهمة جدا. طيب لما انا بقى بعمل كده خلاص، انا بقى عندي تيبل اسمه سيلز. انا بقى عايزه استخدم اس كيو ال، وانا اصلا من محبين اس كيو ال. يعني ما يعني لو انا بختار بين باي سبارك وسبارك اس كيو ال، هروح للاس كيو ال. ساعتها تعمل ايه؟ انت لو عايز اي داتا، احنا مثلا عايزين نفلتر على حاجه معينه، كانك بتكتب بقى اس كيو ال سيلكت استك فروم اسم التيبل وير وتحط الكونديشنز بتاعتك. دي باختصار بتعملها ازاي؟ سبارك دوت اس كيو ال، وبعد كده جواها بتحط ايه الاس كيو ال ستيتمنت بتاعتك العاديه جدا، وهتلاقيها اشتغلت عادي جدا. فاهو مثلا دي كده حاجه كده عملت داتا فريم برضو باستخدام سبارك دوت اس كيو ال. وجوه الاس كيو جوه الاس كيو ال حطيت الاس كيو ال ستيتمنت بتاعتي. او حاجه تانية، انا ممكن استخدم اس كيو ال اصلا، يعني هنا هختار سبارك اس كيو ال وساعتها هكتب الستيتمنت بتاعتي على طول. انت بقى عايز تعمل اجريجيشن، عايز تعمل كيس وين، ايا بقى كانت الطريقه بتاعتك، انت في الاخر بتكتب اس كيو ال.
فدوت ايه، انا دلوقتي فلترت على الديت اللي هو مثلا 1/7/2019 لما الايتم بتاعي يكون كذا، طلع لي ايه 3 ريكورد. منها بقى ممكن تعمل حاجات مور ادفانسد اللي هو زي ايه، زي مثلا select year الفانكشن من اليير بتاع الاوردر ديت، وتصم مثلا هتضرب اليونت برايس في الكوانتيتي وتضيف عليهم التاكس اماونت ويبقى ده الجروس ريفينيو، وهتجروب باي الاوردر ديت وتوردر باي تجروب باي وتوردر باي الاوردر ديت. هيطلع لك الداتا بشكل دوت. ده كده شكل التيبل. طب ما انا بص لو عملت كده، لو عملت تشارت في ثواني طلع لي ايه suggested chart اللي هو ايه بيقولك مثلا ممكن تجيب الافريج اوف الجروس باي الاوردر يير، فلما يبقى عندك مثلا الشكل بتاعك اهو. دي الحاجات بصي في ثواني، يعني دي حاجات كده اوتوماتيك انت ما تعبتش فيها، ممكن تنزلها تعمل لها اكسبورت از بي ان جي او اي الطريقه بتاعتك. ممكن تستارت اديتنج في الشارت اللي انت اخترتها. انت مثلا تسميها اسم معين، تختار نوع تاني مثلا من الانواع، بار تشارت مثلا او ايا كان النوع بتاعك. تغير الاكسس الاكس اكسس والواي اكسس ايا كان. او انت اصلا ممكن تعمل حاجه بتاعتك انت، يعني ممكن اللي هو ايه دي كلها suggested او انت تبيلد ماي اون وتختار انت بقى ايه الحاجه بتاعتك اللي انت عايز تعملها. تمام. ده كده باختصار باي سبارك. نتاكد ان احنا قلنا كل حاجه. تالي كده احنا قلنا كل حاجه. بعد ما بخلص الشغل بتاعي، اول حاجه لازم اتاكد ان عملت ستوب للسيشن، علشان طبعا ايه كده كده عملناها ترمينيشن بعد 10 دقايق، بس برضو الاحسن ان انت تعمل ستوب لما تخلص السيشن. لو انت مش هتستخدم الليك هاوس بتاعك، الاحسن حاجه ان انت تروح على الورك سبيس وتعمل ريموف للورك سبيس بتاعتك بكل حاجه فيها. بس كده ده السيشن النهارده اللي احنا اتكلمنا فيها على سبارك. ماشي. بس ايه وان شاء الله في الفيديوهات الجايه نتكلم على مواضيع تانية. والسلام عليكم.